امبارح يا جماعه في سقطه من الكابتن خالد الغندور واثناء تحليله لمباراه ريال مدريد ومانشستر سيتي على قناه نادي الزمالك. امبارح اذهلنا هو والخبراء اللي قاعدين معاه في الاستوديو. امبارح سايبين الماتش وسايبين مباراه العالم كله بيتابعها وبيتكلموا في ايه؟ بيقول لك الريال مدريد كسب الاهلي 4، اما لو السيتي قابل الاهلي هيشيل الاهلي كام؟ هو ده تحليل المباراه بالنسبه لكم اللي انتوا تدخلوا الاهلي في اي حوار؟ هو احنا لو ما فيش اي حاجه لازم نضحك الناس علينا؟ يا جماعه يا جماعه عيب يا جماعه، دي احنا بقينا وضحوكة العالم، عيب علينا اللي احنا نتكلم في كلام زي كده. يقول لك سان داونز كسب الاهلي 5، اما لو سان داونز قابل سيتي ممكن يخسر كام؟ هو انتوا جايين تحللوا المباراه بتاعت السيتي ولا ريال مدريد، ولا جايين تضحكوا الناس عليكم عشان نكون عارفين احنا جمهور الزمالك؟ يا جماعه ما بقاش عندنا مصداقيه فيكم، انتوا بتتكلموا اي كلام وخلاص. اتكلموا يا جماعه اللي احنا عندنا مشاكل في نادي الزمالك، اتكلموا اللي احنا عندنا مشاكل كبيره ازاي نحلها، ازاي نعالجها، ازاي مجلس الاداره اللي احنا مش عارفين اللي هو قاعد ولا ماشي، يوم يقول لك انا ماشي انا وعيالي وتاني يوم تلاقيه في النادي. احنا ما بقاش عارفين احنا لينا مجلس اداره ولينا رئيس نادي ولا ملناش. انتوا سايبين كل حاجه وقاعدين تتكلموا عن النادي الاهلي، كل يوم تدخلوا الاهلي اسم الاهلي في جملتين على قناه نادي الزمالك، وسايبين النادي بينهار في كل حاجه. النادي ترتيبنا قاعد ينزل يا جماعه. احنا الزمالك اللي احنا مثلا مركزنا كان الثاني بعد الاهلي في الدوري، احنا بقينا المركز الخامس والسادس يا جماعه. احنا احتمال يا جماعه اتكلموا على كارثه اللي احنا احتمال ما نشاركش في بطوله افريقيا، وده حاجه صعبه على جمهور الزمالك. جمهور الزمالك ما ينفعش يعدي سنه يا جماعه وما نشاركش في بطوله افريقيا. لا انتوا سايبين كل الكلام ده وسايبين المتاعب اللي فيها نادي الزمالك وجميع اللعبات، وبتتكلموا على الاهلي لو قابل السيتي. اهلي لو قابل السيتي ايه يا جماعه؟ انتوا خليتوا الناس تضحك عليكم يا جماعه. حسوا بجمهور الزمالك، جمهور الزمالك تعب وانتوا السبب. خلاص احنا ما بقيناش نتفرج على قناه الزمالك من كتر الحاجات اللي انتوا بتقولوها كذب، وكتر الحاجات اللي انتوا مش حاسين اللي انتوا قلبكم على النادي. انتوا بتطلعوا بالاعلام تتكلموا في اي كلام وخلاص عشان تعدوا فلوس، عشان تعدوا فلوس. اكون حبا في النادي؟ لا، حبا في المصلحه، حبا في المصلحه. النادي بينهار واحنا شايفين ان الزمالك بينهار وانتوا مش حاسين بالكلام ده. هو انتوا اهم حاجه تطلعوا قدام الكاميرا تتكلموا وتهزروا وتضحكوا الناس علينا وتضحكوا الناس عليكم، وانتوا تعبتونا من الاخر والله. انتوا تعبتونا. خلوا الاهلي اللي انت بتتريق عليه ده هيلعب نهائي افريقيا. الاهلي اللي كان هيخرج من افريقيا النهارده الاهلي على اعتاب نهائي افريقيا، واحتمال ياخد البطوله باذن الله، عشان نادي بيلعب بروح الفانلة، نادي عنده مجلس اداره محترم. مش زينا احنا مش عارفين احنا عندنا مجلس اداره ولا ما عندناش، عندنا رئيس نادي ولا ما عندناش. كل الكلام ده احنا مش شايفينه يا جماعه. فلو سمحتوا حلوا مشاكل نادي الزمالك بدل ما انتوا بتضحكوا الناس عليكم.